عليكم يا شباب. معاكم عبد الرحمن رجائي. النهارده ان شاء الله هنبدا الفيديو رقم 2 من سلسله سي بلس بلس توتوريالز. في الفيديو ده هنبدا نعرف ازاي نكتب ابسط برنامج ممكن يتكتب بسي بلس بلس. في الفيديو الاول لما عملنا بروجكت كتب برنامج هو ابسط برنامج ممكن يتكتب بسي بلس بلس او حتى اي بروجرامينج لانجويج ثانيه اللي هو بيبرنت هلو وورلد. النهارده ان شاء الله هنحاول نفهم الكود دوت ونعمل زيه. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، الفيديو ده لو فهمتوه كويس كل الفيديوهات الجايه هتبقى سهله جدا باذن الله. وانا ان شاء الله هحاول اشرح ببساطه على قد ما اقدر. في البداية لازم تبقى عارف إن أي كود عبارة عن حاجتين: أوامر الكمبيوتر بينفذها وعمليات بتجهز الأوامر ديت. الأمر اللي في الكود دوت إن هو بيبرنت هالو وورلد. باقي الكلام ده مجرد تجهيز للأمر ده بحيث إن الكمبيوتر يفهم إحنا عايزين نعمل إيه. هنبدأ بالسطر الأول اللي هو include IO stream. العملية دي اسمها بري بروسيسور دايركتيف، ودي عبارة عن عملية بتتنفذ قبل ما الكمبيوتر يخش على الأوامر اللي إحنا مدينها له، والعملية دي بتستدعي فايل معين فيه بعض التولز دي إحنا هنحتاجها بعد كده في الكود عشان نعرف ندي أوامر. اكيد انت مش فاهم حاجه من اللي قلته. هقول لك مثال بسيط جدا هيوضح لك الدنيا دي كلها. ده فوتوشوب، ما تخافش لو مش عارف حاجه في الفوتوشوب مش مشكله، انا مش هعمل حاجه. افترض ان الامر اللي احنا عايزين ننفذه هو رسم مربع. تخيل معايا ان الاي دي هو الفوتوشوب وان برنت هالو وورلد هو رسم مربع. ايه اول حاجه لازم اعملها عشان اقدر ارسم مربع؟ اول حاجه لازم اعملها ان انا اختار الشيبس تول، وبكده هبقى ايبل ان انا ارسم اي شكل، مربع، دايره، اي حاجه. انكلود بالظبط زي كده. احنا عملنا انكلود اي او ستريم اللي هي خاصه بالانبوت الادخال والاوتبوت اللي هو الاخراج، يعني نطلع حاجه على السكرين او ناخد من يوزر حاجه. لما عملنا انكلود اي او ستريم كاننا اخترنا اداه الادخال والاخراج وممكن نستخدمها بعد كده. يعني انا مش هعرف ابرنت اي حاجه على السكرين الا لما استدعي الفايل ده. يا رب كل حاجه تكون واضحه، لو فهمت دي هتفهم اللي بعديها بسهوله جدا. هنرجع تاني للفوتوشوب. احنا قلنا عشان نرسم مربع لازم نختار الشيبس تول، بس الشيبس تول دي بتمكنني ان اعمل كذا حاجه، ارسم خطوط، مربعات، دوائر. طب انا عايز استخدمها عشان ارسم مربع، باجي على اول واحده واختارها. يبقى انا كده اخترت الشيبس تول واستخدمت فيها تول رسم المربعات، مش تول رسم دوائر او اي تول تاني. هنرجع تاني بقى للكود. احنا عملنا انكلود للانبوت والاوتبوت، بس هنستخدم ايه بالظبط فيهم؟ عايزين نحدد هنستخدم ايه بالظبط، وهو ده السطر التاني using namespace std. و std stands for standard، ودي معناها ان جوه الاي او ستريم هنستخدم الستاندرد لايبرري اللي هي جواها الامر اللي احنا هنستخدمه بعد كده. اذا ما كنتش فاهم الكلام ده دلوقتي مش مشكله، اوعدك ان كل حاجه هتوضح في المستقبل. اللي فوق ده كله كان عمليه التجهيز للامر. هنخش بقى على بدايه الامر من اول السطر ده لحد اخر البرنامج لحد الكيرلي براكت دوت. دي حاجه اسمها فانكشن، واي برنامج بيبقى متكون من مجموعه من الفانكشنز. كل فانكشن بيبقى ليها مهمه معينه. في حاجه اسمها المين فانكشن، دي لازم تبقى موجوده في اي برنامج. واي فانكشن بتبقى مكونه من مجموعه من الستيتمنتس، وكل ستيتمنت تبقى عباره عن امر ولازم تنتهي بسيمي كولون. في البرنامج بتاعنا دوت اللي هو سيمبل على الاخر، ده مكون من فانكشن واحده وهي نفسها المين فانكشن. اي فانكشن بيبقى ليها مهمه لازم لما تنفذها تقول لك انا خلصت نتيجه المهمه اهي. يعني مثلا انا هعمل برنامج فيه فانكشن بتجمع رقمين، الفانكشن دي المفروض تاخد رقمين وتجمعهم وترجع لي رقم هو الناتج الجمع. او ممكن فانكشن بتاخد الاسم الاول والاسم الاخير وبترجع لك اسمك الاول والاخير جنب بعض. شايف كلمه بترجع لك دي؟ يبقى خليها قاعده عندك ان اي فانكشن لازم بترجع حاجه. خد بالك ان اي قاعده ليها شواذ، بس مالكش دعوه دلوقتي بالكلام ده. الحاجات اللي بترجعها دي بقى ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى رقم صحيح انتجر او كلمه سترينج، وان شاء الله في فيديو قريب هنشرح الداتا تايبس كلها. لحد هنا تمام؟ خدها قاعده عندك بقى ان المين فانكشن دايما بترجع رقم صحيح انتجر، ودايما بيبقى صفر. ما تسالنيش ليه، اللي عمل السي بلس بلس هو اللي قال كده. نيجي بقى للكود بتاعنا. احنا متفقين ان كل ده حاجه اسمها فانكشن من اول السطر ده لحد الاخر. اي فانكشن بقى بتتعرف ازاي؟ بنكتب نوع الداتا اللي بترجعه وبعد كده اسمها وافتح قوس واقفله، مش نكتب جواه دلوقتي حاجه، يعني هتعرف الكلام ده بعدين. وبعد كده افتح كيرلي براكت واكتب الستيتمنتس الاوامر اللي انت عايزها جواه واقفل الكيرلي براكت. كده انت عملت فانكشن. يا ريت كل حاجه تبقى واضحه، لو مش فاهم عيد الكلام تاني وتالت. انت لا في محاضره دكتور بيتكلم ولا في تلفزيون، وهي دي ميزه يوتيوب. وعلى فكره مش لازم تبقى فاهم الفانكشنز دلوقتي، لسه هيجي وقتها بعد 10 فيديوهات مثلا. انا بقول لك بس الاساسيات اللي تخليك تقدر تتابع معايا. على الاقل اعرف ان المين فانكشن لازم تبقى موجوده في اي برنامج وشكل تعريفها وبترجع ايه وبس. نيجي بقى للستيتمنتس اللي احنا كاتبينها جوه المين، ودي اسهل حاجه في درس النهارده. السطر ده مكتوب فيه سي اوت، ودي معناها ان اي كلام هيجي بعد الاتنين الاكبر من دول طلعه على الشاشه. واند ال
stands for end line، ودي معناها ان اي كلام مكتوب قبل الاتنين اكبر من دول يكون اخر السطر، ولو جه اي حاجة تانية بعديها ابدأ في السطر اللي تحتيه. وبعد كده نحط سيمي كولون عشان نعرف الكمبيوتر ان الامر ده خلص. وممكن اوريكم مثال يبين لكم end line دي بشكل اكبر. زي مثلا ان انا عايز اخلي برنامج يبرنت كلمة هانية، هاجي هنا ادوس انتر واقول له سي اوت، واقول له مثلا I'm here، حط سيمي كولون ونرن البرنامج ونشوف اللي هيحصل. البرنامج عمل برنت هلو اول ونزل سطر كتب I'm here. شوف من غير end line دي ايه اللي هيحصل. نمسح الكلام دوت ونشوف ايه اللي هيحصل. البرنامج عمل برنت هلو اول ومنزلش سطر وكتب I'm here في نفس السطر. كده احنا فهمنا end line دي بتعمل ايه. وبعد كده السطر اللي بعديه return 0 اللي هو نهاية المين فانكشن، عشان نقول للكمبيوتر ان المين فانكشن خلاص خلصت. كده نبقى خلصنا اسهل وابسط كود ممكن يتكتب بسي بلس بلس. حاجة اخيرة بس عايز اقول لكم ان اي سطر فاضي سبيس او تاب ما بيأثرش في البرنامج خالص. يعني انا ممكن اكتب البرنامج كله في سطر واحد، ممكن اكتبه في 100 سطر. يعني انا لو عملت كده مثلا وكتبت البرنامج بتاعي في سطر واحد وعملت ران، البرنامج بتاعي هيرن عادي خالص. ولو عملت كده مثلا وعملت ران، برضو البرنامج بتاعي هيرن عادي خالص. كده خلاص نبقى خلصنا الفيديو التاني. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجه مش واضحه قولوا لي في كومنت واحاول اوضحها ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوني اول باول. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.